السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في أول حلقة من حلقات بودكاست أصوات الواقع. القصة ديال اليوم هي قصة حمزة، شاب مغربي من أصل أمازيغي، تربى بين جبال ميرلفت وريحة البحر في أكادير. كبر ما بين حنان العائلة وصلابة التقاليد. دار الدنيا وهو صغير، أبو ظبي، دبي، أوروبا، ميريكان، دار العالم كامل. واشتغل في المحاسبة. داك الساعة دار فلوس بزاف، لكن القدر كان كيوجد ليه امتحان ما كيخطرش على البال. كل شي بدا عادي، زواج، طفلة صغيرة، وحياة كتدور ما بين المغرب والخليج، حتى دخلت لحياته واحد بنت درب السلطان. جمالها كيخطف وحكايتها عامرة بالتناقضات. من تما بدات الخيوط كتشابك، حب، غيرة، عادات وتقاليد وهمسات سحر، وخطوة كتجر خطوة حتى وقعت الكارثة. شدوا النفس، قويوا قلبكم، لأن هذه القصة ماشي غير حكاية عشق، هذه رحلة في العتمة ديال النفس البشرية، فين الحقيقة كتلبس أقنعة والسر كيبقى مخبي حتى كيجي نهار وكيبان. قصة حمزة. خلونا في الأول نتعرفوا على حمزة وشكون هو. حمزة شاب مغربي في عام 2000، كان عنده 30 عام. المهم حمزة شاب من أكادير، أمازيغي بالضبط، من ميرلفت. حمزة الأب ديالو توفى، ولكن الأم مازال عايشة وساكنة في ميرلفت، وخواتاتو كاملين مزوجات، وهو كان أصغر واحد في العائلة. حمزة طول حياته كان عايش مع وحدة من خواتاتو اللي متزوجة بشاب إماراتي، وهذا الشيء كان في أواخر السبعينات، وكانت عايشة في أبو ظبي. هاد الأخت ديال حمزة هي أول مغربية فتحت حمام مغربي وسبا في أبو ظبي، كانت من الأوائل تمايا، والله سهل عليها ودارت لاباس. وهذا الشيء طبعا بدعم من راجلها الإماراتي. زادوا عندها وليدات وكبراتهم مع الوقت حتى هي خدت الجنسية الإماراتية. حمزة حيت كان أصغر واحد عاش معها في أبو ظبي وتربى عندها، حيت الأب ديالو مات وهو صغير. كبر حمزة وكمل قرايته وخدم في واحد البنكة في أول بداياته في أبو ظبي، ومن بعد خدم في واحد الشركات ديال المحاسبة، حيت كان هذا هو المجال ديالو والتخصص ديالو. المهم حمزة في سنة 2000 تزوج بواحد الروسية تعرف عليها في دبي. هاد الروسية من أصل أوكراني. من تزوجها جابها معاه للمغرب وولد معاها بنيته، وسموها اسم روسي حيت الأم هي اللي سماتها. البنت باش كان عندها عامين ونص، أمها قالت لي غادي تمشي تزور الأهل ديالها وترجع، وخلات عنده البنت، ولكن هي ما كانش في نيتها تمشي وترجع، مشات وهربات. حمزة قلب عليها في كل بلاصة. من بعد اكتشف أنها مشات لأوكرانيا، ومن بعد مشات لفرنسا، ومن ثم مشات لميريكان. فهم حمزة أن هاد الزوجة الروسية ما بغاتش تعيش معه لا في المغرب ولا في الإمارات، وبغات تعيش حياتها وهربات منه. رضى حمزة بالأمر الواقع وخدا بنته، وكان كيخليها عند اختو اللي في أبو ظبي. ما شاء الله عليها، عندها الخير بزاف، عايشين في قصر ماشي في فيلا، وراجلها من الشخصيات المعروفة في الإمارات. تربات البنت عند خالتها، حتى راجل خالتها الإماراتي كان كيبغي حمزة بزاف. حمزة كان إنسان خلوق ومؤدب ومربي وقاري مزيان، كان ذكي بزاف. حتى في التعامل ديالو كان جنتلمان، كان ديما لابس نقي ومهلي في راسو، كيلبس غير الماركات، ساعات روليكس، نضادر ماركة، يعني ولد مفشش بزاف. حيت الصراحة اختو ما كانت مخليها مخصوص لتا حاجة. ملي كينزل المغرب عنده طوموبيلتو تما، وكان عنده فيلا في كازا شراها ملي كان مزوج بالروسية. المهم حمزة كان عنده واحد الصديق من المحمدية في المغرب، وكان خدام في واحد المطعم من المطاعم المغربية المشهورة في أبو هيل في الإمارات. حي أبو هيل كان عامر بالمغاربة، مطاعم، صالونات، محلات، كل شيء متعلق بالمغاربة تلقاه في أبو هيل. حمزة خدم في شركة محاسبة عالمية في دبي، وكان كيتسنى يفتحوا فرع في المغرب باش يكون هو المدير الإقليمي للشركة في المغرب. كان كيمشي ويجي للمغرب ويجهز الأوراق على ما تكمل الشركة افتتاح فرعها في المغرب. في هذه الفترة كان حمزة كيزور صحابه في حي أبو هيل، ومن خلاله تعرف على واحد المغربي آخر سميتو الحامدي من الدار البيضاء. حمزة كان عايش في حي راقي في كازا في الوازيز، أما الحامدي كان ندر في السلطان، حي شعبي. واحد النهار
الحمدي قال لحمزة: عندي واحد الشنطة فيها شي كادويات، واش ممكن تديها لعائلتي في درب السلطان؟ قال لي حمزة: ماشي مشكل، غير خاصني نفتحها ونشوف شنو فيها أولا. الحمدي قال له: ما كاين حتى مشكل، تقدر تفتشها. وبالفعل فتشها، لقاها غير ملابس، روايح وكادويات العائلة، وخداها معاه وسافر. من بعد اتصل بعائلة الحمدي بدرب السلطان، وهضر مع اختو اللي سميتها فدوة. فدوة هذيك كيعيطوا ليها زريقة، حيت عينيها زرقين. زريقة كانت زوينة بزاف، بيضة، شعر زعار، عينيها زورخ، كتلفت الانتباه. حمزة ديك الفترة كان عايش واحد المرحلة صعيبة من بعد هروب مراته الروسية. المهم، ما علينا. عطاها الشنطة ديال خوها وبدا كيشوف فيها، عجباتو بزاف. وزريقة شافت حمزة سايق طوموبيل زوينة، لابس غير الماركات، تزعطات فيه. والبنت راكم عارفين من حي شابي وعلى قد الحال، وطمعات. المهم داك النهار ملي مشى يعطيها الشنطة كانت مع بنته الصغيرة. زريقة قالت لي: ما شاء الله بنتك زوينة، أكيد حتى ماماها غادي تكون زوينة بحالها. هو قال ليها: ماماها الله يرحمها ماتت. المهم عطاها الشنطة ومشى. بداك اليومين حمزة مشى لأكادير، دا بنته وخلاها عند الأم ديالو، بحكم أنه كان جاي على قبل الخدمة وما يقدرش يقابل البنت. دازت يومين وهي تعيط ليه زريقة وقالت ليه: سمح لي على اللي وقع داك النهار، ما كنتش قاصدا نجرحك. ودارت السباب البنت بغات تسول عليها زعما. حمزة فهم أنها باغا تتعرف عليه، وهو أصلا كان باغي غير اللي يونسو في كازا، بحكم أنه ما كيعرف حتى منه. بداو كيهضروا. واحد النهار قال لها: أنا غادي ندوز موراك نخرجوا نتعشاو. وحيث هي من عائلة على قدها، لباسها كان بسيط، ما كانش يصلح يديها لشي مطعم فخم، فاقترح عليها يمشيو السينما. شافوا فيلم مع بعضياتهم، من بعد مشاو لواحد المطعم عادي يتعشاو، ورجع وصلها للدار ورجع لدارو. ومع المدة حمزة حس بالراحة معها وارتاح ليها. دازت الأيام ورجع للإمارات، ومع ذلك بقاو الاتصالات بيناتهم. حتى الحمدي خوها ولا قريب منه بزاف، وكان حمزة كيتهلا فيه ويعطيه كادويات ويدور معاه ديما. صاحبو اللي من المحمدية لاحظ هاد الشيء، وطبعا هضر مع حمزة وقال لي: شفتك قربتي من الحمدي بزاف، وليتو صحاب ماشي بحال من قبل. حمزة شرح ليه شنو وقع، وقال له: راه حقا راني تلاقيت بخت الحامدي وعجباتني وراني باغي نتقدم ليها. صاحبو قال ليه: إلا كنتي ناوي المعقول توكل على الله يسهل. المهم حمزة تلاقى بالحامدي وعاود ليه كل شيء، قال له: راني تلاقيت مع اختك وراني ناوي المعقول وباغي هذا الزواج. الحامدي طبيعة الحال فرح، حيت عارف حمزة شكون هو، وعارف واحد الانسان اللي لا باس عليه. المهم ما علينا. طورت العلاقة ما بين حمزة وزريقة وتطور الحب بيناتهم. في ديك الساعة حمزة عرض عليها تجي للإمارات، وقلب ليها على خدمة عند شي ناس صحابه باش تكون قريبة منه. وبالفعل لقى لها خدمة في واحد المحل كيبيع البراندات وداك الشيء. ولكن بحكم أن زريقة ما كانش واحد الإنسان اللي قارية، يعني ما كتعرف لا تهضر فرونسي لا تهضر أونغلي لا حتى حاجة، وزيد عليها معصبة بزاف، فكان ديما كتخلق مشاكل تضرب مع الزباين تمايا. هادشي اللي خلاوهم يجريو عليها من الخدمة. زريقة تعصبات بزاف وتقلقات، وحمزة بكثر ما أنه كان كيبغيها ما كانش باغي يشوفها مقلقة، فعرض عليها يمشيو سياحة الميريكان. داها الميريكان، شافت الحياة وشافت الدنيا، شافت الناس كيفاش عايشين. ما علينا. منين رجع حمزة وزريقة رجعوا للمغرب وعرض عليها هذا الزواج، وداك الساعات داروا الخطوبة رسمية. ولكن قبل داها لعائلته لكمير اللفت باش يشوفوها ويتعرفوا عليها. ولكن العائلة ديالو ناس محافظين بزاف، راكم عارفين سواسة كيفاش دايرين. منين شافوا زريقة ما وافقوش عليها، قالوا: حنا ما قلنا حتى تهنينا من روسيا ومشات، دابا غادي تجيب لنا وحده بحالها؟ علاش ما تاخذش شي وحده من بنات عمك ولا شي وحده من العائله ديالك اللي تناسبك ومن عاداتنا وتقاليدنا؟ وطبعا حمزه رفض هذا الشيء، حيت كان كيبغيها بزاف، وحمزه كانت شخصيته قويه، كان فارض شخصيته في العائله، وحتى واحد ما كيقدر ياثر عليه او ياثر على القرارات ديالو.
طبيعة الحال تحدى العائلة ديالو وقال لهم أنا هذه اللي غادي نديها وهذه اللي غادي نتزوج بها، وغادي نعيشوا أنا وياها في داري في كازا، الفيلا ديالو في الوازيس هي هذيك. داها تما وعاش هو وياها، وجاب بنته عند زريقة تربيها، والأمانة كانت كتبغيها وكتربيها الصراحة. زريقة قالت ليه الاسم ديالها روسي وشوية صعيب، شنو في رأيك نسميوها فاطمة؟ حمزة كان مزعوط فيها، قال لها أنا إذا بغيتي السمية ديالي بدليها ماشي غير السمية ديال بنتي. هو أصلا كان غير كيشوف في عينين زريقة كان كيدوخ. ديك الساعة كون قالت ليه تبدل الجنسية ديالك كون بدلها ماشي غير السمية ديال بنته. ما علينا، عاشوا في سعادة، شبعها ماركات، شرى لها طوموبيلة، الذهب، ما خلاها محتاجة لتا حاجة. زريقة عاشت معاه اللي عمرها عاشته مع عائلتها. حمزة كان كيقول أن هذه هي حب حياته، وهذه هي اللي غادي تعوضوا على زوجته الروسية والمشاكل اللي كانوا عنده. مشات الأيام وجات أيام وزريقة فرحان، وحتى خوها اللي كان خدام في دبي حمزة اقترح عليه يجي يسكن معاهم في الدار في الوازيس. قال لي حمزة أنا نعطيك نفس الصالير اللي كتجدو هنايا، ولكن أجي جلس معانا، منها أنا منين نسافر ونمشي للخدمة ديالي أنت بقى جالس مع أختك حضيها وأنا باش ما يبقاش بالي مشغول عليها. وفعلا الحمدي عاش في بيت حمزة في الدار البيضاء عند أختو زريقة، يعني رجع عايش مزيان. مشات الأيام وجات الأيام وهما على هذا الحال. وطبعا عائلة حمزة ما كانوش راضيين على هذا الوضع، حيت كانت كتوصلهم أخبار أن الحامدي جالس مع أختو كيجيب صحابو للدار والراجل ما كاينش. وطبعا هادشي لا هو من عادات أهل حمزة ولا من تقاليدهم، حيت كانوا محافظين بزاف، فكانوا ديما كيتواصلوا بحمزة وكيقولوا ليه جيب مرتك وبنتك يعيشوا معنا في مير اللفت وخليهم يتعلموا عاداتنا وتقاليدنا. وطبعا هو ديما كان كيعارض وكيقول لهم ماشي شغلكم في حياتي وما تدخلوش فيها. لكن من سوء حظ زريقة شنو غادي يوقع؟ أنا جايكم في الهضرة. هاد الكلام من بعد عامين من زواج حمزة مع زريقة، كانوا عايشين حياة سعيدة والأمور كانت ماشية على أحسن ما يرام. وحمزة جهز الفرع مع شركة المحاسبة في أكادير، ما بقى غير أنه يستقر في أكادير كمدير إقليمي لشركة المحاسبة. أمور كانت ماشية في السليم، لكن وقعت شي حاجة، وهذه الحاجة هي اللي نقدروا نقولوا كانت من سوء حظ زريقة، أن عم حمزة توفى. ولكن زريقة شنو علاقتها بالموضوع؟ أنا نقول لكم. عم حمزة هذا كان بحال اللي تقولوا هو اللي مسير مشاريع العائلة من بعد وفاة أب حمزة، وكانوا شركاء، كان عندهم عدد من الهريات في أكادير وكازا، كانوا في ذاك الوقيته هما اللي شادين السوق تما. المهم توفى العم، وهذا العم عنده جوج ديال البنات. مشى حمزة وحضر العزو ديال عمو، وتما العائلة كاملة قالوا ليه ما غادي ترجع لكازا حتى تعطينا وعد أنك غادي تتزوج بوحدة منهم، وخيرنا ما يديه غيرنا، وحنا ما نبغيش نبغيو شي واحد غريب يدخل العائلة ويطمع في رزقنا. حمزة في الأول حاول يرفض بحكم أنه كيبغي مراته ويلا عامين باش نتزوجوا، لكن في النهاية رضخ الأمر الواقع وقال لهم أعطوني مهلة أنني نقولها لمرتي في الأول ونتفق معها. المهم رجع لدارو في كازا ومشى عند مرتو وعاود ليها اللي وقع. ايوا وراكم عارفين ردة فعل كل مرة في هذه الحالة، دارت فيلم وسيناريو وقصة وبكات وغضبات وراكم عارفين بلا ما نعاود لكم. حمزة قال لي يا حبيبة ديالي راه انتي اللي كنبغي وانتي اللي في القلب وانتي الحب ديالي الأول، ولكن راه هاد الزواج هذا راه زواج مصلحة وصافي، راه عمي هذا هو اللي شاد الأملاك ديالنا وعندهم أملاك ولا تزوجت بها راه كلشي غادي يرجع ديالنا وهذا وهذا. وبحكم زريقة والوضع ديالها قالت أنا شنو خاسرة، أهم حاجة أنه معيشني بخير، لباس، السفر، طوموبيل عندي، ذهب عندي، شنو غادي نخسر إلا مشى هو تزوج بوحدة أخرى، وأصلا نتزوج بها فلوسها غادي تزيدوا على فلوسه وأنا اللي رابحة في النهاية. وهذا الشيء اللي كان. حمزة قبل الزواج كان خاصو يمشي للإمارات باش يسالي شي الخدمة عنده تمايا ويقد أموره، عاد يرجع ويكملوا الزواج. فهاد الفترة هذه الحمدي مشى عند اختو وعاودات ليه وقالت له شنو وقع بينها وبين حمزة. الحمدي قال لها كيفاش انت وافقتي على هذا الزواج وغدا بعد غدا يولد منها وترجع هي الكل في الكل، وهو
ما يقدرش يتخلى عليها حيت بفلوسها واملاكها، وانت اللي غادي تلقاي راسك في الزنقه، وانت مازال حتى ما ولدتي ليه الولد او البنت اللي يربطوا بيك. المهم بدا كيزن في راسها ويعمر ليها في راسها، حتى بدا الوسواس كيدخل ليها، وقالت ليه دابا شنو المعمول، شنو ندير؟ قال لها شوفي غادي نمشيو عند الحاجه مينه. قالت له شنو كتقول؟ قال لها الحاجه مينه طبعا. وكيف كتعرفوا هما من درب السلطان، وكانت واحد الشوافه عندهم كتسكن في درب كبير معروفه تمايا، كانت معروفه بالسحر والشعوذه وهاد الخرافات، وكانت كتضرب الكارطه وتهز الخط. المهم الحمدي قال لها غير ثقي بيا وخلينا نمشيو عندها وهي غادي تاكد لك صحه كلامي. المهم اتفقوا يمشيو عند الشوافه، وفعلا مشاو وضربات لها كارطه، وراكم عارفين كلام الشوافات. قالت ليها هذه اللي غادي تجي غادي تاخذ كل شيء، وانت غادي يطلقك، وديك الهضره الخاويه ديال النصب والدجال. ايوا وزريقه بدات تبكي وتنخصص، وقالت لها انا مزوقه فيك لما عاونيني، واللي بغيتيها ديالك. الحاجه مينه اللي عمرها شافت الحج بعينيها قالت لها انا غادي نردو لك كيف الحمار، وانت بردعي وركدي، تقولي الشاشه تقولي الراغه، وانت هي الري وانت هي الشوار، ولكن هاد الشيء راه ماشي فابور وغالي. زريقه طبعا عندها فلوس وما مسوقاش، خاص غير راجلها ما يمشيش ليها. قالت لها 10 المليون. زريقه قالت لها جاتك، و10 ديال المليون في ذاك الوقت قبل 20 عام راه كانت مبلغ كبير، دابا وراه مازال مبلغ كبير. المهم قالت لها غادي تجيبي لي لسان الحمار، ولكن ماشي اي حمار. عطاتها المواصفات ديال الحمار اللي بغات، واكدت عليها يكون مسروق ماشي تشريح. وهذا اللي كان. مشات هي وخوها وولد عمها وسرقوا حمار وقطعوا ليه لسانه، ومشات عند الشوافه وعطات لها داك اللسان. هي هذيك قالت لها من بعد سيمانه رجعي عندي نكون وجدت لك كل شيء. المهم الشوافه خدات داك اللسان ودارت اللي دارت به، يبساتو وطحناتو على شكل بودره، وقالت ليها غادي ديريه ليه بالماكله، ومن بعد غادي ترجعي عندي وغادي نتقفوا ليك باش ما يمشي عند حتى مرة اخرى. دازت سيمانه ورجعت السرقه لعندها، خدات من هذيك البودره ديال لسان الحمار، وديك الساعه كانت درتها في واحد الطويصه وداتها للدار، وبقات كتقلب فين تخبيها باش منين تبغي طيب بها تستعملها. جات وحطت داك الطويصه في واحد الطاسه كبيره كانت عندها فيها الزنجلان في الكوزينه. ناضت الزريقه قالت للمساعده الفلبينيه والطباخه المغربيه يخرجوا من الكوزينه، وهي اللي غادي تتكلف بالطياب هاد الايام. طبعا خرجوا وخلاوها بوحدها. هنا الفلبينيه غادي تشك، اما حتى المغربيه ما دات ما جابت. الفلبينيه قالت كيفاش هادي من نهار تزوجات عمرها ما دخلت وجدت حتى كاس القهوه، ودابا منين جات هاد الحداقه؟ داز النهار الاول الثاني الثالث، زاد دخلها الشك كتر، خلاتها حتى طيبات ودخلت قلبات في الكوزينه كامله حتى لقات داك الطويصه مخبيه، وتما عرفات وفهمت اش كاين، ورجعت داكشي لبلاصتو باش ما تعيقش بها الزريقه. باتريسيا الفلبينيه كتعرف حمزه من سنين بحكم انها كانت عند اختو من قبل ما يتزوج، ومن تزوج الروسيه كانت معاه وبقات معاه حتى باش تزوج زريقه، وكانت طبعا ما كتبغيش ليه الضرر. باتريسيا حارت كيفاش توصل ليه الهضره وتنبهو من الزريقه. المهم باتريسيا مشات عنده وقالت ليه خاصني نهضر معاك ولكن برا الدار باش ما تسمعناش مراتك. خرج معاها للجرده وعاودت ليه كل شيء، وقالت ليه اذا ما تيقتينيش راها حاطه داكشي في الكوزينه في البلاصه الفلانيه، وسير قلب غادي تلقى داكشي. وزيدك مراتك فين عمرها طيبات لك او وجدت لك حتى كاس ديال القهوه، علاش هاد اليومين رجعت هي اللي كطيب لك؟ حمزه بدا كيفكر وكيربط هاد الشيء بزواجو اللي قرب، وقال هاد بنت الحرام باغيه توكلني وتقتلني. خرج مع الصب والدنيا دارت به، ما عارف ما يدير، وهو كيدور في كازا بالطوموبيل جا في بالو صاحبو اللي من المحمديه اللي كان خدام في دبي. هاد صاحبو هذا باش كان في دبي كان تشد في الحبس تما بتهمه التعاطي، ومن تما تسفر للمغرب ورجع للمحمديه. حمزه اتصل به ومشى عنده. حمزه كيف سبق وقلنا انسان نقي ومتعلم، ابدا ما كانش عنده مع الشراب او المخدرات، ولكن ذاك النهار مين مشى عند صاحبه لقاه كيشرب وكيتعاطى، وفعلا بدا كيتعاطى معاه وكيعاود ليه اش طرا ليه مع مراته، وقال ليه بانه حصلها كتسحر ليه. صاحبه زاد على ما به وقال ليه بان السحر الموكول راه اخطر انواع السحر، وهذه ناويه تقتلك. المهم
بقاو على ديك الحالة 3 أيام وهما غير التعاطي جميع أنواع المخدرات. زريقة طبعا ما رداتش البال، قالت يمكن راه جاتو خدمة وسافر على غفلة، حيت مولفة كيسافر ديما. فهاد 3 أيام هادي كيخطط هو وصاحبو كيفاش يحصلوها. صاحبو اقترح عليه يراقبوها ويشوفوها عند من كتمشي، واكيد الا كتمشي تسحر ليه راه ضروري ما غادي تمشي عندك السحاره مره اخرى. وداك الشيء اللي كان. حمزه كرا طوموبيل صغيره ومشى حدا دارو بدا كيراقب مرته من بعيد، حتى شافها هزات الطوموبيله ديالها وخرجت، وبقى تبعها حتى وصلت لدرب كبير. بقى هو في الطوموبيله وصاحبو نزل تبعها حتى شاف الدار اللي دخلت ليها، خلاوها حتى خرجت من عند الحاجه امينه ودخل عليها حمزه ومعاه صاحبو. اول ما دخلوا للدار كانت عامره نسا كيتسناو الدور ديالو وما كاين حتى راجل داك الساعه. المراه اللي كانت مكلفه تدخل العيالات قالت لهم فين غاديين نتوما، وبدات كتغاوت معاهم حتى سمعتهم الشوافه اللي بيتها كانت تزود غير بخميه، وقالت لها اش كاين خليهم يدخلوا. دخلوا عليها وبداو كيسولوها على المراه اللي كانت عندها من دابا شويه. قالت لهم شكون كيجوني بزاف العيالات ما عرفتش شكون من كتهضروا. قالوا لها المراه اللي يلا كانت عندك دابا شويه زعراء وعينيها زرقين. قالت لهم بالفعل، وسولوها اش جات دير عندها وعلاش. المهم عاودت لهم كل شيء من بعد ما عرض عليها حمزه ضعف الفلوس اللي عطاتها زريقه، وقالت ليه صافي انا نعالجك من داك الشيء اللي دارت لك، وحتى دابا هاد الثقافه اللي جات عندي باش نديرو ليك غادي ندير غير شي تخربيقه ونعطيها ليها باش ما تعيقش. حمزه من بعد 3 ايام كان متفق مع صاحبو اللي من المحمديه يجي عنده الفيلا ديالو في الوازيس ويجلسوا يسهروا تمايا. المهم حمزه الفيلا ديالو اللي في الوازيس كان بانيها بشكل اماراتي. كاين الفيلا الرئيسيه اللي هي المبنى الرئيسي فين كاين تكون العائله، وفي الجرده كيكون واحد المجلس مبني فين كيجلسوا الرجال باش يكون بعيد على المبنى الرئيسي اللي كتكون فيه العائله باش ما يتلاقاوش وما يشوفوش الرجال والرجال ما يشوفوش العائله وعيالات العائله. ديك الليله حمزه عيط على الشوفور ديالو وقال له يجي ياخذ الطباخه المغربيه لدارها ويجي يوصل الفلبينيه للمطار باش تمشي لابو ظبي. حمزه كان ديجا اتفق مع باتريسيا باش تمشي لابو ظبي. باتريسيا كانت قالت ليه واش ندي معايا فاطمه، لكن هو قال لها ما يحتاج خليها هنايا احسن، انت بعدا سيري لابو ظبي وادي تجلسي عند اختي. زريقه استغربت طبعا، قالت له علاش جريتي على المساعدات؟ قال لها راك عارفه اخي غادي نتزوج جديد وهذا، انت شوفي لك مساعدات اخرين وانا غادي نتكلف بهم تكوني كتعرفيهم احسن، وانا غادي نجيب مساعدات اخرين للمراه الاخرى في الدار الاخرى. المهم خلاهم مشاو وكل شيء كان على ما يرام، ومع داك الوحده تقريبا ولا جوج قال لزريقه انا عندي واحد الضيف غادي يجي يجلس معايا في المجلس بلا ما يحتاج تجي عندنا نتيا. وهي هذيك مشات الناس. جا صاحبه من المحمديه وجايب معاه واحد الصنديقه فيها كل ما يخطر على البال من مخدرات وادوات ديال التعاطي. وبدا حمزه كيتعاطى هو وصاحبه جميع انواع المخدرات، ما خلاو حتى حاجه ما خداوهاش. وطبعا المجلس كان فيه كل شيء، يعني مكسرات فواكه عصائر كل شيء اللي يخطر على البال، حيت هو ديرو بحال ستيل الخليجي بما انه هو عايش تما يوم تاثر بزاف بالحياه الخليجيه. ما علينا. كملوا ديك الليله في التعاطي حتى دات تقريبا 3 الصباح او 4 الصباح. حمزه مشى للبيت ديال بنته فاطمه، هزها وهبطها للمجلس على برا. فاطمه البنت الصغيره باش فاقت قالت له بابا شنو كاين؟ قال هذيك الساعه ما تخافيش يا بنتي، غير خليكي ناعسه هنايا. سد عليها الباب ديال المجلس وخرج هو وصاحبه. فين مشاو؟ طلعوا ديريكت للغرفه ديال زريقه. طلع حمزه هو وصاحبه للغرفه ديال زريقه وفي يده واحد الحديده وجنويه 14 كما كنقولوا حنايا، وهو يهبط على زريقه على راس داك الحديده. بدا كيضرب هاك يمات هاك يمات هاك، طعنوها شحال من طعنه ما خلاوش فيها، لدرجه ان عينين ديالها قلعوهم. ومع ذلك زريقه ما ماتش دغيا داك الليله كيف ما كيقول الطب الجنائي. بقات كتقاوم رغم انهم ضربوها بزاف بالموس وضربوها بالحديده، ومع ذلك كانت مازال عايشه ومازال كتألم ومازال كتقاوم. الضربه الاخيره اللي كانت قاتله كيف ما قال خبير الطب الجنائي ان حمزه بقوه داك الحقد ديالو وقوه الحب ديالو للزريقه، كانت الضربه التاليه هي فاش خدا داك الكاطورزا
وطلعها مع الجهاز التناسلي ديالها، وطلعها معاها حتى الكرش ديالها. تخيلوا تشرقت الكبده، تخلطت الكبده مع الدواره مع المصارن مع الريه مع كل شيء. هذيك هي الضربه اللي كانت قاتله اللي قتلت الزريقه داك الساعه. تخيلوا الطب الجنائي قال بان الزريقه بقات عايشه تقريبا واحد 2 سوايع ونص، وتخيلوا معايا 2 سوايع ونص وهما كيحاولوا يقتلوها بالسكاكين. ولكم كامل الحريه انكم تخيلوا مسرح الجريمه كيف كان. الغرفه حرفيا كانت بحال شي مصلخ ديال الحيوانات. كانوا كل شويه كيتوقفوا وكيتعاطوا باش يقدروا يرجعوا يكملوا، حيت واحد في كامل قواه العقليه مستحيل ينفذ الجريمه بديك البشاعه هذيك. من بعد ما قتلوها وسالاو وتاكدوا انها صافي ماتت، مشاو جابوا واحد المنشار كهربائي اللي كانوا شراوه من قبل، قطعوها كامله طراف طراف. بقى ليهم غير الراس اللي ما كانوش قدروا يقطعوه، وبقى الراس كامل هكذاك. حمزه من بعد ملي غادي يشدوه للبوليس كان قال لهم انا ما بقيتش عاقل شحال ديال الوقت داز. الحاجه الوحيده اللي بقيت عاقل عليها هو انه داز 3 ديال الاذان. يعني تخيلوا معايا الفجر والظهور والعصر. داك الساعه عاد حمزه بدا كيفيق شي شويه وتفكر بنته، مشى كيجري عندها القلب. بنيته مسكينه راكم موسخه في راسها وكلات مسكينه بداك داك المكسرات والفواكه اللي كاينه تما، كتنوض تفيق تبكي وترجع تنعس، تفيق تبكي وترجع تنعس. هي هذيك رجع عندها غسل لها شي شويه، نقى بنته قادها وخلاها تمايا في المجلس، قال لها ما تخرجيش وسد عليها الباب. دابا شنو بقى ليهم؟ بقى ليهم فقط كيفاش يخبيو الجثه. فشنو داروا؟ حفروا واحد الحفره في الجرده وبداو كيدفنوها تمايا. ارانا سيدي باش كانوا كيحفروا داك الحفره تمايا، البنت كانت كتشوف من السرجم، كتشوف كل شيء شنو واقع. شافت انهم كينزلوا داك الطروفه، شافت هازين الراس ديال الزريقه في يدهم، شافت كل شيء. والبنت داك الساعه كان عمرها تقريبا شي 5 سنين 5 سنين ونص، يعني يقدر الواحد يكون كيفهم. المهم ما علينا، هي هذيك دفنوا الزريقه تمايا في الجرده، وناضوا شنو كيديروا باش ما تبانش داك البلاصه او باش ما تطلعش الريحه. جابوا شي زليج وشي تخربيق وبداو غير كيزلجوا هكا بطريقه عشوائيه، فهمتي؟ يعني ما هما ماشي حريفيه باش غادي يزلجوا مزيان. المهم زلجوا داك البقعه هذيك اللي كانت مدفونه تحتها ضريقه. المهم غادي نرجعوا لواحد النقطه اللي هي مهمه مزيان وغادي تسولوني عليها، بما ان الحامدي كان ساكن معهم في الدار. هاد النقطه هذه اللي نسينا نهضروا عليها هي ان الحامدي داك الساعه كان مشى خدم في واحد البلاصه اخرى. كان حمزه قلب لي على خدمه كشيفور عند واحد سياسي ساكن في الرباط في الصخيرات بالضبط، وكان صافي عايش تمايا عنده في الفيلا ديالو حيت هو اللي كان الشيفور ديالو. ما علينا، نرجعوا للاحداث ديالنا. من بعد ما دفنوا الزريقه وسالاو، مشاو للبيت النعاس وبداو كينقيو فيه، نقاو كل شيء، مسحوا كل شيء، غسلوا كل شيء. ومع ذلك راكم عارفين البقع ديال الدم كتبقى لاصقه، ما كتبغيش تمسح، خصوصا من الجدران اللي فيها الصباغه وداك الشيء. فشنو داروا من بعد داك النهار؟ مشاو جابوا واحد الصباغه، جابوا صباغه من الموقف، عطاوهم فلوس، خلصوهم مزيان، قال لهم غادي تجيو غادي تصبغوا لنا البيت كامل. داكشي اللي كان صبغوا البيت كامل، نقاو كل شيء، قادوا كل شيء. داك الفراش كله رماوه، حرقوه ورماوه، ما بقات حتى شي اثر ما بقى على انه كان شي جريمه في البيت. صافي داك الساعه حمزه دور مع صاحبه، عطاه فلوس صحيحه، يعني صافي الاخر مشى بحاله واختفى. بقى حمزه بوحدو في الدار. حتى لهنا كلشي داز مزيان، ولكن بقات حاجه وحده هو مبرر كيفاش اختفت وعلاش اختفت الزريقه. المهم رجع للامارات وخلى بنته عند اختو، ومشى داك الساعه شرا واحد الخط اماراتي والتليفون من تمايا. انا جايكم الهضره. رجع للمغرب ومع هذاك التليفون والخط الاماراتي، وخدا التليفون ديال مرتو الزريقه وبدا كيسترد ميساجات للرقم الاماراتي وكيجاوب على راسو كانه الزريقه عندها واحد العلاقه ما بين شي واحد اخر وباغيه تهرب معاه، على اساس انه هذا الشخص هذا تعرفت عليه ملي كانت ساكنه في الامارات. هي هذيك
من بعد واحد اليومين ولا 3 وهو كيرتب في المحادثة ويستعرض لهنا ويجاوب من هنا ويستعرض لهنا ويجاوب هنا، واحد الصباح عيط على الحامدي في التليفون، عيط له بشكل معصب: الحامدي بغيتك دابا تجي عندي. قال له: راني انا خدام وهذا. قال له: ماشي شغلي، انا اللي دبرت لك الخدمه ونقدر دابا نجري عليك من داك الخدمه. قال له: بغيتك دابا تجي عندي. منين جا عنده الحامدي للدار بدا كيغوت زعما على اساس راه معصب: شوف اختك شنو دارت لي، واختك خائنه، واختك هربات مع واحد اخر، واختك شوف الميساجات والمحادثات ديالها مع واحد الاماراتي وهي هربات وخلاتني. المهم من هاد الهضره هادي باش يبعد على راسو الشبهه، هي هذيك. من بعد مشى عند البوليس وديكلارا، وقال للبوليس بانه مراتي هربات مع شي واحد. البوليس قالوا: حنا ما عندنا ما نديروا لك، يعني مرتك هربات مع شي واحد، شنو غادي ندير لك حنايا؟ شنو الدور ديالنا حنايا البوليس؟ مشي طلقها ولا مشي دير لها شنو بغيتي. الخبر بدا كينتشر وسط عائله زريقه، ما سمعت الخبر واختها وصلها كذلك الخبر. جات لمين بطبيعه الحال كتغول: شنو درتي ليا لبنتي؟ وبنتي ما كانتش تهرب الا ما درت لها شي حاجه، وانت اكيد درتي لبنتي شي حاجه، داكشي علاش بنتي هربات. وبدا الصداع كينوض بيناتهم. خد الزريقه طبعا كانت شويه متضامنه مع حمزه، كتقول: هاد بنت الحرام هادي كيفاش هربات وخلاتك وعايشه في الخير، وهادشي اللي داير لها وتخليك وتهرب وانت ما مخليها مقصره من حتى حاجه. المهم بدات الهضره كتطلع وتزيد. وهذا هي هذيك مشات الام ديال الزريقه مشات حتى هي تبلغ البوليس. هنايا منين الام بلغات البوليس بحال يبدا كيدخلهم الشك شويه وبداو البحث ديالهم، لكن للاسف ما لقاو حتى حاجه. الدليل الوحيد اللي كان عندهم هي المحادثات مع شي اماراتي، وبانها قالت له غادي تهرب وتمشي عنده، شي حاجه بحال هكذا. قلبوا شافوا علاقه حمزه مع الزريقه، ما كاين حتى ضرر، ما كاين حتى مشكل، انه خصوصا انهم قال لهم انا كنت غادي نتزوج وهي عارفه هذا الشيء، يمكن داك الشيء علاش هربات وهذا. فبداو كيربطوا الاحداث، ما لقاوش شي دليل على ان شي جريمه تقدر تكون وقعت. دازت 6 شهور وهما كيقلبوا، وحمزه بقى معصب وكيقول لهم: انا اصلا هاد المراه هادي واخا ترجع ما بقيتش باغيها، انا ما باغيش وحده اللي خاينه، ما باغيش هذا. فهمتي راكم داير واحد الفيلم عليهم ومصور لهم بانه راه بريء وانه ما عارف حتى حاجه. في المقابل العرس ديالو مع بنت عمو تفرتك. علاش؟ انا جايكم في الهضره، حيت الهضره بدات كتمشي وصلها الى ان حمزه فيه شي بلاء، فيه شي مصيبه، ديما العيالات كيهربوا منه، اكيد ما كيعاملهمش مزيانين، اكيد ماشي انسان مزيان، ولا يمكن ماشي راجل، ولا شي حاجه بحال هكا. حيت كيقولوا كيفاش مستحيل ان الروسيه هربات وهذه المغربيه حتى هي هربات، اكيد فيه شي حاجه. وهذا الشيء هذا سبب ليه ازمه كبيره، زيد عليها الازمه ديال انه قتل مرتو، زيد الناس كيهضروا عليه وكيهضروا في الشرف ديالو وفي العرض ديالو. ما علينا. داك اللحظه مشى الامارات وجلس عند اختو شي شويه. من بعد راجل اختو بويس انه كان عزيز عليه وكيبغي، قال له: شوف الا كنتي مريض ولا شي حاجه، زعما كيلمح لي انه اذا ما كنتيش راجل، راكم فاهمين شنو كنقصد، الا كان فيك شي حاجه نقدروا نعالجوك، نمشيو سبيطارات، نمشيو نشوفوا اطباء وهذا وتعالج وتقدر ترجع تتزوج وعادي. هنا حمزه قال له: لا انا ما عندي حتى مشكل، انا راني راجل كامل الرجوله ديالي، والدليل غادي نرجع، غادي نخطب، غادي نتزوج بنت عمي، وغادي نبيع الدار ديالي وصافي، وغادي نجيبها تسكن معايا هنايا، انا ما بقيتش باغي نسكن في المغرب. وهذا الشيء اللي وقع. رجع للمغرب وبدا كيجهز باش يبيع الفيلا ديالو. هنايا داك صاحبو الدبلوماسي اللي قلت لكم عليه، اللي الدبلوماسي الاماراتي، كان لقى ليه واحد السيد اماراتي، واحد رجل اعمال، كان كيقلب يشري دار في المغرب، وعرفوا على حمزه. داك رجل الاعمال جا تلاقى بحمزه، شاف الدار عجباتو، بما ان قلت لكم كان باني داك الفيلا بحال طراز اماراتي، يعني مجلس ديال الرجال والفيلا بوحدها، يعني نفس ستايل البيوت الاماراتيه. داك رجل الاعمال عجبو البيت وصافي اتفقوا على انهم غادي يشريو البيت، غادي يشريو داك الفيلا وهذا، وداك الشيء اللي كان شرا من عنده الفيلا، خلصوا، عطاه فلوسو كل شيء. حمزه هز بنته ومشى بحالو الامارات. وهنا غادي توقع الاحداث. رانا سيدي رجل الاعمال باش شرا الفيلا،
بغى يدير فيها شي اصلاحات، يعاود لها الصباغه، يعاود لها شي ديكورات. راكم عارفين الواحد ملي كيشري دار ضروري ما يدير شويه الاصلاحات. ما علينا، جاب العمال، بداو كيصلحوا ليه، بداو كيصبغوا ليه الدار، كيعاودوا ليه كل شيء. وهذاك العمال مش كانوا تمايا لاحظوا ان داك الزليج اللي في داك الجرده كان بواحد الطريقه يعني ماشي حرفيه، واصلا ماشي بلاصتو هذيك. فهنا اقترحوا عليه، قال له شوف، بما اننا حنايا خدامين عندك هنايا، غتزيدنا واحد شويه ديال الفلوس وغادي نقادو لك هذا الزليج اللي هنايا، ولا اصلا انت ما غاديش تحتاجو. المفروض هذا الزليج ماشي بلاصتو هذه، غادي نزولوه لك من هنايا. رجل الاعمال هذاك قال لهم واخا ماشي مشكل، عندكم الحق. باش بداو سيدي، باش بداو العمال كيحفروا داك الزليج وهذا، شنو كيلقاو الشعر ديال بنادم. الشعر ديال بنادم زعر. انا باش بداو كيلقاو الشعر ديال بنادم، وهما في البدايه ما صحابت لهمش واش انها جثه، صحابت لهم واش شي سحر، واش شي حاجه، ما قالوش. فجاو هضروا مع مول الدار، قالوا له راه لينا كنلقاو الشعر هنايا في هاد البلاصه، شنو غادي نديرو؟ بدا كيقول لهم نقيوه، على اساس انه غادي يقرا عليه القران ينقي. بداو كيحفروا هكذا، كيحفروا هذا، حتى العمال بداو كيغوتوا. الدهشه والصدمه، حيت اول حاجه طاحوا فيها كانت الجمجمه ديالها. هنايا بدا الغوات والصدمه. مول الدار عيط للبوليس طبعا، وبما ان هذا رجل الاعمال الاماراتي كان خدا الدار عن طريق داك الدبلوماسي الاماراتي، عيط ليه قال له شوف انت الدار اللي قلت لي ديال صاحبك، شوف شنو لقينا فيها وهذا، عاود ليه كل شيء. داك الدبلوماسي الاماراتي كان عارف ان حمزه عنده مرته مختفيه، فبطبيعه الحال صافي فهم شنو كاين، وعيط على الحامدي اللي كان عنده شيفور. قال له غادي تمشي للدار تمايا، راه ها شنو راه لقاو واحد الجثه ديال شي مرا تمايا، ويمكن راه هي هذيك اختك. لحد الان الهضره مازال ما وصلتش لحمزه، مازال ما عارفش بانهم لقاو الجثه. ما علينا. داك الدبلوماسي الاماراتي عيط على راجل اخت حمزه، بما انهم كانوا اصدقاء، وهو تعرف على حمزه عن طريقه. قال لي شنو كاين انا راجل اختو شد حمزه على جنب، وقال لي حمزه راه بغيتك تنزل لي للمغرب، وبغيتك تشوف لي شي اراضي بغيت نشريهم وهذا. حمزه طبعا ما كانش كيرفض ليه شي طلب، وقال ليه واخا. وهنايا راجل اختو لحد الان راه مازال طايق بان حمزه ماشي هو اللي قتل. قال اكيد هذه كاين شي مغالطات، ولكن نخلي حمزه ينزل وندير ليه محاميين تمايا ونعاونو، حيت ما يمكنش، حيت راه هو اللي ربى حمزه جا عنده للدار وهو مازال صغير، يعني مازال طفل، مازال ما وصلش حتى لسن المراهقه، وتربى على يدو وكيعرف اخلاق حمزه كيفاش دايره. فهنايا كانت النيه ديالو انه باش ينزل يريق الامور ديالو مع البوليس مع المحكمه، وغادي يدير ليه اشهر المحامين باش يدافعوا عليه. هذه كانت النيه ديالو. بالفعل حمزه نزل، ومع نزل مع كانت عليهم مذكره بحث، شدوه في المطار. صافي هي هذيك غير شدوه في المطار، داو للكوميساريه، صافي بدا كيعترف كل شيء، اعترف كيفاش قتلها وشنو السبب، واعترف السحر، اعترف انه بغات تسحر ليه ومشاو عند الشوافه. المهم اعترف بالقصه من طقطق الى السلام عليكم. حمزه يا سيدي في هذه القضيه هذه تحكم بالاعدام، بما ان الاعدام ما كيتنفذش في المغرب، فتحكم يعني بقى مؤبد. ومازال حمزه لحد الساعه اللي كنعاود لكم فيها هذه القصه هذه مازال في السجون ديال المغرب. اخبار اللي كتدور ان حمزه حاول تقريبا شي 20 مره باش ينتحر، باش يقتل راسو، ولكن في كل مره كيفشل، ومازال بحال اللي ربي باغي يعيش ويتعذب، ومازال لحد الان عايش. نرجع معكم لواحد الحدث، ان البوليس باش صافي يتحكم على حمزه وهذا، بداو كيرجعوا السيناريوهات للور، وشافوا بان حمزه كان ديجا مبلغ على مرته الروسيه انها حتى هي اختفت، فقالوا يمكن راه قتلها وصفاها عليها. ولكن هما ما بغاوش يفتحوا هذا الملف، حيت صافي شنو غادي، حتى لو عرفوا انه هو اللي قتلها راه تحكم عليه بالاعدام، ما كاينش شي حكم اكثر من هذا.
اصلا ما كاينش شي بلاغ من طرف الاهل ديالها على الاختفاء ديالها، فاكيد ما بغاوش يدخلوا راسهم في واحد المتاهه مسدوده ويزيدوا الخدمه على راسهم. وانا كتسالى حكايه حمزه، حكايه بدات بالحب والوعود وانتهت بالدم والمأساة. شاب كان عنده كل شيء، المال، الجاه والفرص، لكنه تاه بين إغراءات الدنيا وطاح في مستنقع السحر والمخدرات. زريقة، البنت اللي حلمت تعيش حياة جديدة، لقات راسها ضحية عشق مسموم وضحية جريمة غريبة ما كيصدقها عقل. أما حمزة رجع اسمه مكتوب في المحاضر الجنائية بعد ما كان كيتمنى يكون مكتوب في التاريخ ديال العائلة. والطفلة الصغيرة فاطمة بقات هي الشاهد الصامت، كتحمل ذكريات ما كتمحاش وجرح عمرو ما يبرى. قصة ماشي غير جريمة، قصة مرآة كتعكس لينا كيفاش الطمع والغيرة وضعف الإيمان يقدروا يحولوا الحب للجحيم، والمغزى مهما طال ليل الكذب والخداع الفجر ديال الحقيقة كيبان كيعري كل شيء.